بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم أخواني في الحلقة 33 من شرح أحاديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من تخريج الإمامين العظيمين بخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. والحديث 33 يقول: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه، متفق عليه. العناوين المقترحة لهذا الحديث: أولا الاختصار والإيجاز، ثانيا هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الكلام، ثالثا ما قل ودل. أبرز القيم لهذا الحديث: قيمة الاختصار والإيجاز في الكلام، ثانيا قيمة البلاغة في إيصال المعاني. والأساليب المقترحة لهذا الحديث: أسلوب جوامع الكلم، وهي الأحاديث القصيرة المبنية العظمة والمعنى. أسلوب التخفيف وعدم الإطالة ليحفظ الناس ويفهموه عنه صلى الله عليه وسلم. الشرح المختصر لهذا الحديث: تصف أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأنه مختصر مفيد قليل وجامع، ولو أراد العاد أن يعد لعده لقلته وشموله واستيعابه. ولعل هذا سر من أسرار حفظ الصحابة لهذا الكم الكبير من الأحاديث، بل أن أهل الحديث جعلوا علامة من علامات الوضع في الحديث أن يكون طويلا مفصلا تفصيلا كثيرا. ومعلوم أن كثرة الحديث وتشعبه ينسي بعضه بعضا، فالاختصار مطلوب، وإلا فموضع الحاجة إلى البيان. وقد جعل